السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم الطيبة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة للوجه. ما غاديش نشارك معكم وصفة ديال الطبخ، غادي نشارك معكم وصفة للوجه بمناسبة اقتراب عيد الفطر. فأكيد كنبغيو نديرو شي وصفة باش نحيدو داك الشوائب اللي كيكونوا في الوجه ديالنا وما يبقاش كيبان شاحب. هاد الوصفة صالحة للوجه الحساس. بالنسبه للبشره ديالتي انا حساسه ودهنيه، فكنعاني من بعد ما كندير الماسكات، يعني كاين شي ماسكات ما كيوافقونيش، فكنعاني من التحسس ديال البشره. جربت هاد الوصفه هادي، شفتها في تيك توك وجربتها وعجباتني وما تثبتش ليا في التحسس ديال الوجه ديالي، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هاد الوصفه هادي رائعه جدا، غزاله بزاف. جربتها من قبل، يعني بزاف ديال المرات جربتها وما تثبتش ليا في الحساسيه ديال الوجه، فقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الحساسيه ديال الوجه، هاد الوصفه هذه غادي نحتاج ليها نيسكافي. بالنسبه للنيسكافي ممكن تستعملوا هاد القرعه هذه ولا تستعملوا سطاشي، فحال. عندي هنا معلقه صغيره ديال النيدو. بالنسبه لي انا الوجه ديالي حساس، فما غاديش نستعمل الفرماج لانه كيتسبب ليا في الحساسيه ديال الوجه. عندي هنا نيسكافي وعندي نيدو وصفار بيضه. البيض من الاحسن يكون البيض البلدي، الا ما كانش ممكن تعوضوه بالبيض الرومي عادي، غير هو البيض البلدي راه كيكونوا فيه الفوائد كتارين بزاف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحساسيه ديال الوجه، يديروا فرماجه. الفرماج العادي اللي كناكلوه هو اللي يضيفوه مع هاد الوصفه هذه. انا الفرماج كيتسبب ليا في الحساسيه ديال الوجه وكيدير ليا واحد الحبيبات حمرين وكيدير ليا الحريق في الوجه ديالي. فمن الاحسن اللي الوجه ديالها في حالي عند البشره حساسه، من الاحسن ما ديرش الفرماج في هاد الوصفه هذه، دير نيدو فقط. نيدو كنعوضوا به الفرماج. ممكن تستغنى حتى على نيدو، يعني دير غير صفار البيض ونسكافي، حتى هو كيعطي تقريبا نفس النتيجه. هاد الوصفه هذه رائعه جدا، جربتها، شفتها في تيك توك وجربتها وغزاله بزاف، عجباتني. فكتخلي لك الوجه ديالك كيولي رطب وكتحيد لك كاع داك القشور وداك الشوائب اللي كيكونوا ليك في الوجه ديالك. ما غاديش نقول لكم انها كتبيض، لان كل واحد والبشره ديالو وكل واحد واللون ديال البشره ديالو. انا كنقول لكم باللي هي كترطب الوجه وكتحيد لكم الشوائب ديال الشمس من الوجه ديالكم. اما باش غادي نقول لكم راها كتبيض ولا كدير واحد الفرق، تكوني سمراء وترجعك بيضه، هذه راها ما يمكنش. لان كاع الوصفات كاملين اللي نجربوهم وكاملين اللي نتبعوهم فهم كيحسنوا لينا من المنظر ديال الوجه والمظهر ديالو، ولكن ما كيحيدوش لينا داك التصبغات اللي كيكونوا عندنا ديال الشمس في الصغر. انا وحده من الناس اللي كيعانيوا من التصبغات ديال الشمس في فتره الصغر. ما كنتش كنحمي الوجه ديالي وعندي تصبغات ديال الشمس في الوجه ديالي اللي قدامين وما بغاوش يتحيدوا ليا. ولكن هاد الوصفه هذه غزاله بزاف، كترطب لك الوجه ديالك وكتحيد لك داك القشور ديال الشمس وكتحسن من المظهر ديال الوجه ديالك. انا غادي نجرب معكم هنا في الايد ديالي. هاد الوصفه ممكن تستعملوها الايدين ديالكم والرجلين ديالكم والعنق وحتى الوجه. من بعد ما كنخلط داك المكونات كامله مزيان حتى كتنسجم مع بعضها، كنوضع واحد الطبقه رقيقه على الوجه ديالي او لاي بلاصه بغيت نوضع فيها هاد الماسك هذا. الطبقه تكون رقيقه باش كيولي لينا على شكل تبريمه، باش ملي كنبغيو نحيدوه من الوجه ديالنا كنبقاو كنديروا واحد الحركات دائريه غير بشويه باش ما نضروش الوجه ديالنا. كيولي على شكل تبريمه، يعني كنقدروا نحيدوه هنا من بعد ما كينشف من طبيعه الحال. يعني كنديروا واحد الطبقه اللي رقيقه وكنخليوه حتى كينشف، ومن بعد كنبداو كنديروا واحد الحركات دائريه باش كنزولوه وكيزول لينا معاه كاع داك القشور وداك الشوائب والجلد الميت اللي كيكون لينا في الوجه ديالنا او لا اي بلاصه استعملتوه ليها.
وفي نفس الوقت كيعطيكم النتيجه من اول استعمال، يعني ما تحتاجوش انكم تبقاو كتستعملوه لمده عاد كتشوفوا النتيجه غادي تبان لكم من اول استعمال. اون فوا غادي تبداو كتقوميو في الوجه ديالكم غادي تلاحظوا الفرق. داك الساعه غادي تلاحظوا الفرق ديال هذا الماسك. هذا كيجي على شكل تبريمه او لاغوماج، يعني ساهل، ما فيهش بزاف ديال المكونات وما كيحتاجش بزاف ديال الوقت، راه بالزربه كينشف وكيعطي نتيجه فعاله وغزاله بزاف، وكيوافق تقريبا جميع البشرات. الا كان كيوافق البشره الحساسه فاكيد غادي يوافق البشره العاديه. هاد الماسك هذا جربته وعجبني وقلت نشاركه معكم، علاش لا. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الا كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنسونيش من الدعم ديالكم. اللي مازال ما اشتركت في القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه.